بص المطعم ده فتح جديد عامل حاجات تحفه. فين ده؟ اهو هيجي دلوقتي. بجد يا ليس انت بتحبني ولا بتلعب بيا زي اللي قبلك؟ يا ليس ايوه معاك اهو. طبعا بحبك وانا اقدر استغنى عنك. ده انا عامل لك فرح شبكه ودخله في وقت واحد. بس قولي لي بس، هو حد عارف انا جاي اقابلك؟ لا محدش يعرف. طب كويس كويس. هو انت ليه بتسألني حد معاكي ولا لا؟ ها؟ لا على اساس يعني نجيب كرسي تاني نعمل حساب مثلا في الغدا مش اكتر. انت ليه دماغك بتروح لبعيد؟ دماغي مش رايحة لبعيد، بس من لهجتك معايا مالها يعني عادي. قلقتني منك. طب بقول لك ايه؟ اوه هو انا لو عوزت حاجه من الحاجات دي انت بتقف جنبي فيها؟ ده انت طمعان فيا بقى. لا مش قصدي، احنا عايزين نخش على طول يا حبيب قلبي. انت شكلك زيك زي اللي قبلك. لا سمح الله انت فهمتيني غلط. هي كل الحكايه اللي انا عامل كارد وقاعد اسده عشان اعمل كارد جديد كبير ونخش بسرعه واجيب لك شقتك يا جميل. اتفضل يا فندم. اتفضل. في مالك في انت طلعتوا لبعض كده ليه؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه يا استاذ؟ ده كان شغال عند بابا زمان. ماشي شكرا يا استاذ. خلاص يا نور. ماشي يا جماعه بعد اذنكم. وده ايه حكايه ده كمان؟ انا خايفه لحسن يقول لي بابا. يقول له على ايه؟ لا انا ماليش دعوه. هو ايه اللي مالكش دعوه؟ بص انا هروح اجيب حلويات على طول. مش عارفه ايه ده. بقول لك ايه؟ احنا عايزين نخلص من المصلحه دي بسرعه عشان شكل واحد في الكافيه شكله كده عارف ابوها. فلما نروح في ده الله يخرب بيتك. وملتزم في المواعيد وما بتغيبش، عشان كده هصرف لك علاوه اول الشهر. كل حضرتك يا فندم. برافو عليك يا سمكه. عايز انت كمان معلش يا فندم، عايزك في حاجه بس. حاجه؟ ايه شخصيه مهمه يعني؟ يا فندم. طب روح انت يا سمكه دلوقتي. جاي عايز ايه انت؟ كل حضرتك يا فندم، انت عندك بنت صح؟ في ايه؟ انت مش معرفها ان انت معاك يعني صاحب كافيه وكده؟ لا مش معرف. يا فندم انا لقيت بنت حضرتك هنا ومعاها واحد مش كويس وانا عارفه، وعمال يبص عليها قدام وكده، وانا مستغرب بجد يعني. بنت انا هنا والله يا فندم موجوده هنا ومع واحد في واحد معاها ومن ورايا. معرفش يا فندم. انا متاكد من الكلام ده؟ انا عشان كده جيت سالتك، وعشان كده حسيت ان انت مش معرفها، عشان خاطر تقول قالت للولد اللي معاها ان انا كنت شغال مع والدها في. عارف الكلام ده لو من تاليفك وعيتك سودا يا فندم والله العظيم طب يلا روح انت وانا هتصرف. ماشي. وعيتها سودا. ايه روح اتاخرت عليكي؟ ايه يا حبيبي؟ كلتي؟ لا لسه ما اكلتش، ما طلبتش. بص المطعم ده فتح جديد عامل حاجات تحفه. فين ده؟ اهو هيجي دلوقتي. قولي لي بقى مش عصير ليه؟ مش جايه لي نفسي. لا اشرب هيعجبك قوي. مش تسلم ايدك. بالهنا والشفا يا قلبي. اشربي تاني. طيب خدي بقى. مش قادره، حاسه ان عايز- الدنيا بتلف بيا. هيظبط لك دماغك اكتر. ايوه مالك في ايه؟ مالها دي؟ مالها؟ مفيش دي مراتي وبحاول افوقها. دي مراتك؟ بص لها طب كده شويه. ايوه مراتي في ايه انت مالك؟ متاكد انها مراتك؟ ايوه مراتي في ايه مالك؟ انا بس عايزك في حاجه. هنتفسح ما تخافش. طب عشان مراتي يا سيدي انا هجيب لك حاجه حلوه وافسحك. تعالى مراتي. خلي بالك منها يا نور. يلا تعالى يا حبيبي. مراته؟ يا نهار اسود على مراته. ده ما يعرفش ان هي بنته، وهيعمل ايه فيه بره؟ يا نهار اسود. وانت كمان، ما انت لو تسمعي كلام ابوكي. الاب لازم يحكم بيته ويبقى له شخصيه في بيته ويبقى له وقت في بيته، والا عياله هيطلعوا يعني غير متوجهين صح. وشفنا البنت قد ايه هي وقعت في مشاكل كتير واخطاء كتير بسبب ان والدها مش حاططها تحت نظره، فغلطت وابتدى ناس كتير يضحكوا عليها ويستغلوها. بسبب الدهب طبعا. وبعدين كتر الدهب برضه يا حاج معلش يعني مش لدرجه ان انت تلبس بنتك 8 كيلو طن في صح. لا يعني ممكن واحده مثلا كفايه. ده غلط مش الدرجات دي يا جماعه نأوفر يعني ونلبس نمشي ولادنا ببهوقه غلط. بس هو برضو كان اول حاجه لازم تخاف منها حاجه زي دي. أيوة. اكيد تتعرض مثلا في اي خطر، صح. في اي ماشيه في الشارع على السوق راحه مش عارف ايه، حد هيبص لها نظره وحشه. معدن ما عدا الراجل ده طبعا بيمثل معاه.